اليوم 27/5/2014. هذا هني احنا داخل، انا بمدرسة عايشة. شوفوها، شوفوا سووا فيها. كل يوم يكسرون، كل يوم يحرقون. واللي داخل لو تشوفون اللي داخل تبكون. اللي داخل شيء عظيم يتكسر من البنقال. الكيابل سحبوها، الحديد طيحوه، السقف قطوه. طبعا البنقال لهم في جهة مسؤولة عليها، لكن الجهة المسؤولة عليها ما هي وطنية. هذا المسؤول اللي على هالبنقال مع الأسف ما هو وطني. هذول لفوا، حتى حكومتنا فيها بعض اللفوا المجنسين مع الأسف، وحطوهم مسؤولين وخلوهم يدمرون التراث الكويتي. التراث الكويتي ادمروه، وراح يدمرونه. ووزير الإعلام والله العظيم ما يفهم شيء بالتراث إذا مو متواطي وياهم. يبون هالأرض اللي صايرة بالنسبة لهم مثل الشوكة بالبلعوم. أرضها بالنسبة لهم تسوى مليارات، والتراث يقول لك ما يسوى، زبالة. التراث الكويتي مو أنتوا اللي سويتوه زبالة، وأنتوا اللي كل ساعة طالعين بالتلفزيون تقول إحنا نحافظ ونحافظ. لا والله ما تحافظون ولا تفهمون شيء بالتراث. اللي للحين سنين نتكلم، صكوا أبواب مدرسة عايشة، لا تخلون حيدشها، عدلوا